لو أنت شخص الناس بتتجنب الدخول معاك في نقاشات أو بتتحاشى الحوارات معاك، فده مش معناه إن كلامك صح أو إن آرائك سليمة ومظبوطة. بالعكس، ممكن تكون شخص سليط اللسان، لسانك سيء، صوتك عالي في حواراتك، فتلاقي في وجودك الناس بتسكت. الأصعب من ده إنك تلاقي نفسك بتتفاخر بده. شفت ده ما يقدروش يتكلموا قدامي، وبتتباهى بقدرتك على النقد اللاذع والتجريح في اللي قدامك. اسمع معايا الحديث ده. استأذن رجل في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، يعني دخلوه. وكمل وقال: فلبئس ابن العشيرة. ودخل على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول. فالسيدة عائشة استغربت وقالت له: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الحديث ده لكل شخص بيتفاخر بقدرته على التجريح في اللي قدامه وبيتفاخر بده وسط الناس. ما تفكرش إن سكوت الناس في وجودك احترام أو تقدير زي ما أنت متصور ولا حاجة. الناس نوعين: نوع بيرجى منه الخير ويؤمن شره، والنوع التاني بتستعيذ بالله منه وبتدعي ربنا إنه يكفيك شره. فاوعى تكون الشخص اللي الناس بتستعيذ بالله منه لما بتسمع اسمه أو بتشوف صورته. فراجع نفسك دايما، وخد بالك من لسانك وخد بالك من كلامك. وبس كده. أعاننا الله وإياكم.